ليش العراق هو البلد الوحيد اللي دائما يقدم مساعدات؟ حملة الإغاثة لأهل غزة، حملة الإغاثة لأهل لبنان مثلا، وحملة الإغاثة حاليا قبل يومين للسوريين مثلا. ليش يعني احنا البلد الوحيد؟ دائما نشوف احنا البلد الوحيد اللي هو يقدم مساعدات، هو اللي ينصر المظلوم، ما باقي الدول الإسلامية تبادر. يعني ليش احنا العراق بالتحديد؟ وليش ما تنطون هاي المساعدات للعراقيين مثلا؟ العراقي أحق به، فليش تروح تساعدون انتم الغريب؟ خو ساعدوا العراقي هنا. انا اقول لك ليش. لان احنا تعلمنا من اهل البيت عليهم السلام، من ائمتنا، من النبي محمد صلى الله عليه واله، انه احنا ما نميز بين انه هذا عراقي او هذا سوري او هذا لبناني او هذا فلسطيني او هذا صيني ابدا. اذا كان مظلوم انه احنا لازم ننصره، اذا كان جوعان لازم احنا شنو نشبعه، اذا كان هو عريان لازم نكسوه. هذا اللي تعلمناه. اما انه انت عراقي وانت لك حدود وانت لازم ما تساعد هذاك، لازم انا احق به، هذا الشيء مو صحيح. واذا تقول هاي المساعدات ليش ما تنطونها للعراقيين؟ ليش ما تقول انا العراقي احق به؟ ليش ما تنطونها الناس هنا عندنا هي احق بها من ما تقدموها لهاي الدول؟ اقول لك انه احنا تعلمنا من امير المؤمنين وفاطمه الزهراء انه نآثر على نفسنا. هم وقت الفطور كان يجيهم هذا السائل يطرق الباب وهم صيام، يشيلون فطورهم وينطونه إليه. هذا اللي تعلمناه منهم. واليوم الثاني نفس الشيء، واليوم الثالث نفس الشيء، حد ما الله سبحانه وتعالى أنزل آية بحقهم. فإحنا العراقيين صح نمر بظروف صعبة وعندنا فقراء، لكن إحنا ما عندنا واحد ينام بالشارع حاليا وهو بردان، ما عندنا واحد إحنا مات من الجوع. انت النازحين شايف حالتهم، شايف الأطفال شلون تبقى يوم ويومين وثلاثة أيام وأسبوع وهو ما عنده أكل. هذا نساعد احنا. شوف الظلم اللي عليهم، هذا ندفع عنه، نروح النصرة. هذا هو العراق. انت العراقي تمثل الإسلام الحقيقي اللي يريده الله سبحانه وتعالى، اللي يردوا منك أهل البيت. فإحنا العراقيين هذا فخر إنه من نساعد هاي الدول، نساعد هذول المظلومين، نساعد هاي الناس من بين هاي البلاد اللي تدعي الإسلام. هذا فخر. مثل الإمام علي يفتخر بيك أمير المؤمنين من يشوفك إنه تآثر على نفسك وتنطي. هذولي ما عندهم فراش، ما عندهم شيء يلبسوه، ما عندهم شيء يأكلوه، فإحنا نساعد. فلذلك العراق دائما هو سباق بنصرة هؤلاء، من باب المسؤولية ومن باب الاهتمام الأمر المسلمين اللي أوصت به روايات وكذلك الأئمة عليهم السلام. والسلام عليكم.